إصابات إخواني صراحة يعني شيء محزن كبير بالنسبة لي. بداية شقيقي عبده تعرض لإصابة الرباط الصليبي، كلنا نعرف قوة الإصابة هذه يعني بشكل هي مؤذية، الله يبعد عن الجميع إن شاء الله. وبعد كذا إصابة أيضا أخوي أحمد في الرباط الصليبي، وأخوي علي أيضا في إصابة الرباط الصليبي. فرناندو عطيف كرة مع أحمد عطيف، يحاول يعدي عطيف ولكن كرة فيها خطأ على الحاج بغش. انعانيت فيها وحسيت فيها، فهذه من أسوأ اللحظات اللي مرت فيها في كرة القدم. شوف عطيف كيف لعبها، انت تشوفها سهلة مثل الشعر. الهلال يضيق الخناق، يحاصر عطيف يا مجنون، مستحيلة هذه الكرة. كلية الزعيم هنا في هذه الجامعة، ريباس حطها، شفت كيف يدور كيف يلف يا عبد الله يا عبد الله يا عبد الله. بداية أعتقد كانت شوية هي ما أقول يعني غريبة، بس بحكم أن أخوي وشقيقي عبده كان قبلي في مجال الكرة، وأحمد كان في مدرس لي في المدرسة الابتدائية في الصف الخامس الابتدائي تحديدا. هو صراحة كان حريص جدا علي أني أدخل النادي، وهو كان أيضا محب للنادي. هو توفى الله يغفر له ويرحمه إن شاء الله، مساعد الدريس، أستاذ مساعد الدريس مدرس مادة التوحيد. فكانت البدايات هو كان مصر علي اني ادخل انا على نادي الهلال، وكان في كذا تشاور، وبعد كذا قررت اني انضم للهلال. فهذه كانت بداياتي تقريبا في وقتها كان 9 سنوات او 10 سنوات عمري. يعني بعض العائله تتكلم عني ان انا ما احب، يعني عندي اخوان احنا ما شاء الله عددنا كبير ما شاء الله 8 طبعا فقط الاولاد، غير ما شاء الله ال5 البنات الله يحفظهم. دائما يتكلمون عني ان انا انسان ما احب اشتغل كثير في البيت، يعني ما احب اسوي او هذا الشيء. حتى في زملائي في الملعب يعني يقولون انت شخص هادي جدا في الملعب، او نسميك يعني مرات زي الكسول في الملعب. فاقول لهم دائما الفكر هو اللي يعني يغطي على كل شيء، او الشيء الاهم، لان كرة القدم هي فكر قبل كل شيء. لان كرة القدم هي شيء او عرف زي ما يقولون، ما هي فلسفة يعني. دائما يطلبون مني مضاعفة الجهد بشكل اكبر، الاهتمام في التمارين، احترام الزملاء، احترام المدرب، احترام اعضاء الادارة ككل، ودائما تركيزي فقط في الملعب، ان ابعد عن اشياء كثيرة خارج الملعب. فاستفدت من هذه الناحية بشكل كبير. وهنا المحاولة أمامنا وابعاد حاضر أمامنا وما زالت، ويأتي الهدف الآن السعودي، يأتي الهدف السعودي الآن، انتظرناه فأتى الآن عن طريق عطيف. هدف أعتقد هو كان أمام أوزبكستان، كانت مباراة مؤهلتنا لكأس العالم للشباب اللي تأهلنا فيها على لكولومبيا، شاركنا فيها كان تقريبا 2011 أو 2010 إذا ما خاب ظني. فهذا الهدف احنا كنا خاسرين 1-0 دقيقة تقريبا 89 او 88، وجبنا التعادل، وكان هدف عن طريقي. صراحة هذا الهدف ما انسى، يعني لو الله توفيق الله سبحانه وتعالى ومساعدة الجميع في وقتها، كان لو ما سجلنا الهدف هذا كان راح حلم التأهل اللي كنا شيء عظيم جدا، تأهل كأس العالم. فهذا هدف ما انسى ابد. لاعب أحب لاعب برشلونة سيرجيو بوسكيتس، هو لاعب المفضل تقريبا عالميا. والله إذا ركبنا الباص كل واحد عنده موهبة صراحة، يعني عندك وليد عبد الله في النكت والأشياء هذه يعني ما شاء الله هو المتفوق في الشيء هذا، فكاهي، عنده حس الفكاهي عالي. بالنسبة لهازيج عند فواز القرني، هذه معروفة على طول يعني ما يحتاج، يعني إن شاء الله بعد كل فوز، وإن شاء الله بإذن الله يكون نتأهل دور ال16 وقتها نطلب أغنية من فواز القرني إن شاء الله. إحنا الحمد لله قريبين من جدا من بعض. الكل ممكن أوجه لهم إن يعطيهم ألف عافية، وأشكرهم جزيل الشكر على أشياء قدموها لي كثير، يعني خصوصا يعني في الفترة اللي أنا كنت أشارك فيها على المستوى المنتخب الفترة الأخيرة، تقريبا آخر سنة أو آخر موسمين في الهلال على مستوى الفريق الأول، دعموني بشكل كبير، حفزوني، الكل كان واقف خلفي. دعم بعد أيضا إصابتي في الرباط الصليبي، جميع دعمني من عائلة وكانوا قريبين جدا مني، وكان عندهم ثقة في كبيرة جدا في عبد الله. فأقول لهم ألف شكر لكم، وإن شاء الله أقدم المزيد لأرفع رؤوسكم إن شاء الله.